الحقيقة أنا مش مستغرب جدا سلوك الطبقة اللي اتزرع في عقولها غل وحقد وكراهية وبغض للآخر اللي مختلف معاك في الديانة أو العقيدة أو الجنس أو اللون. ربنا سبحانه وتعالى مشيئته إن يخلقنا كلنا مختلفين، ولو كان عايزنا كلنا زي بعض كان عمل كده، لأن ربنا بيقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. بالنسبة للناس اللي عمالة تكفر وتقول لا يجوز الترحم على غير المسلم، انتوا مين؟ ايه اللي خلاكوا بالعقليات دي؟ فنان لطفي لبيب كان في القوات المسلحة سنة 67 وشارك في الحروب العظيمة اللي خاضتها مصر، ودخل وشارك في حرب 73. يعني ليه أمجاد وذكريات وبطولات في الدفاع عن الأرض دي، الوطن اللي ساترنا كلنا. في الوقت اللي ممكن تلاقي عيل عمره ما عداش 20 أو 25 سنة عمال يكفر ويقول لأ ما يترحموش عليه، ده حرام، ده ما أمنش بالإسلام. يا ابني انت مين ولا انت مين؟ انتوا مين علشان تتكلموا نيابة عن الإله العظيم؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ صدق الله العظيم. وربنا قال في كتابه الكريم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صدق الله العظيم. طب ليه كل واحد ما يخليهوش في حاله ونرتقي بقى؟ نرتقي علشان ما نبقاش أضحوكة العالم. ما تسيبوا حساب ربنا سبحانه وتعالى للبشر في الآخرة. انتوا بتتدخلوا في اختيار الناس ليه؟ أرجو تصحيح مفهوم الخطاب الديني ليشمل الرحمة والمودة والحب والإنسانية، وما تخلوش حد يتكلم بالنيابة عن ربنا ويزرع فتن وبغض وكراهية في عقول الناس. العقل نعمة، إذا شغلت عقلك صح وفهمت صحيح الدين وفهمت المشيئة الربانية في الاختلاف وفهمت انك انت تكون سفير لدينك ايا كان ديانتك ومعتقدك، خليك في حالك طالما ما حدش بيضرك ولا بيأذيك. خلتونا أضحوكة الكوكب. الناس بره شافوا العقول المغيبة وهي عمالة تقول لا يجوز الترحم على لطفي لبيب ولا يجوز الترحم على ديوجو جوتا لاعب ليفربول. الحاجات دي بتترجم عند المجتمعات الغربية بره وبتسيء للدين الإسلامي وبيخلوا عندهم إسلام فوبيا. افهموا بقى، خلوا كل واحد في حاله، ما تبقوش ناس غليظة القلب وناس مغيبة العقل. واللي بيحاول يشغل عقله ويخرج عن سياسة القطيع بيتحرر. الله يرحم كل إنسان توفى وبقى في رحاب الله عز وجل أيا كانت ديانته، وربنا يصبر أهله وكل محبيه، وتخلوا قلوبكم صافية كلها مودة ورحمة وإنسانية.